ملل 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 ملل. سلام عليكم واسبوع جديد مع بعض في كرة لونها اصفر. ربنا يجمعنا ويجمعكم على حب الاسماعيلي. تحذير بسيط كده يا معلم قبل ما تبدا الحلقه اللي هنتكلم عنها الاسبوع ده بتتكلم عن مباراه دول كانوا اخطر فرصتين فيها، ينقصها التوفيق فقط. شوف حضراتكم رايحه في المقص. توقعنا رامي عادل بيسدد، يا ولد يا رامي، يا ولد يا رامي، خدها كده تسديده صاروخيه. الله يا راجل بلا كدب بقى بوشك، ده كداب كدب الابن. مره كمان استاد الجبل الاخضر بينكد علينا قبل النوم، واحب اقول لكل واحد زي اتفرج على المباراه دي واستناها من اول مباراه في الدوري لينا، انت ضاع من عمرك 90 دقيقه مش هيرجعوا تاني. اللي حصل ده اسمه سبهلله، اسمه مهلبيه بالجمبري. لما نقول الاسماعيلي والمقاولين يعني مواجهه كبيره، مواجهه حصلت 75 مره في تاريخ الفرقتين، مواجهه تبقى داخلها وانت متحمس متوقع ان ردود فعلك تبقى كده. عند المقاولين اكتر من لاعب، لكن الواقع أليم، والواقع الأليم بيقول ان ردود فعلنا طوال 90 دقيقه على الماتش ده كانت كده. امور كنا بنقول عليها تراي، يعني تعودنا عليها بالشكل ده باربع لعيبه خط وسط مدافعين، والاعتماد في صناعه اللعب على جبريل اللي احنا عارفين ان هو بيتطرف على الخط طول الماتش من المباراه اللي فاتت. كان لازم اقول حاجه، مش معنى ان المقاولين فانيلتهم صفرا ومتخططه باسود يبقى احنا رايحين نلعب بروسيا دورتموند في السجن الادونا بارك يا جدع. بس بلاش افترا يا جدعان عشان الواحد صاحب مرض وممكن ربنا يسخطه قرد وهو واقف. احنا لو بنلعب بروسيا دورتموند في السجن الادونا بارك مش هندافع كده اكيد يعني. ما ينفعش. انا تعبان من اول امبارح من ساعه الحدث جدا. واضح جدا في الشوط الاول من مباراه المقاولين الفرق بين حسن شحاته اللي لما لقانا متراجعين له دخل وخد زمام المبادره، وشوقي غريب اللي لعب في المباراه الاولى بالانتاج الحربي ضدنا بقى ناصر افضل من حسن شحاته، وساعتها لما تراجعنا ما قدرش برده ان هو ياخد زمام المبادره وفضل متراجع وبيعتمد على المرتدات. وواضح كمان حاجه في فكر حسن شحاته في الماتش ده. حد فاكر في ماتش الانتاج قلنا ايه عن حسني عبد ربه؟ في المباراه اللي فاتت خط الوسط بتاعنا فقد الحيويه والحماس والدافع وكمان الحركه بتاعته لما حسني عبد ربه طلع. اهو في الماتش ده بقى حسن شحاته هو اللي طلعه لنا بمراقبه لصيقه معروفه عن المعلم من ايام المنتخب. اتحجم اداء حسني عبد ربه اللي كان في الاساس مزنوق وسط زحمه 4 لعيبه خط وسط كلهم بيلعبوا في نفس المكان في الاساس، ومع فقدان حسني لمسته الاساسيه في تحريك الملعب والتمرير وصناعه الهجمات بدأ القيصر يفقد اعصابه كمان. وفي النهايه طلعوا ميدو بعد ما حسن شحاته طلعه فعليا من نص الشوط الاول من القاهره كلها مش من استاد الجبل الاخضر بس. لو اعتبرنا ان ريحه فرصتين مؤكدتين على المرمى كل شوط تعتبر سيطره، فالشوط الاولاني كان ملك المقاولين العرب واستردناه منهم في الشوط الثاني اللي كنا بنعمل فيه حوالين منطقه الجزاء عمره، بنلف حواليها بس ما بنخشش كتير. محترم جدا كل وجهات النظر اللي شافت اكتر من كده في المباراه دي، بس انا عن نفسي هبقى بكذب عليك لو قلت لك ان انا ممكن اقول كلمه زياده عن المباراه دي وما اكونش بتفلسف. ودي كانت اجابات المباراه. ماتش المقاولين كان فيه ايجابيات. للمباراة الثانية على التوالي ميدو بيصلح الخلل حتى لو كان منه ذات نفسه بسرعة وبهدوء، وده واضح في حقنة التدعيمات الهجومية اللي الفريق خدها في الشوط الثاني عشان يقدر يفضل مسيطر على الملعب. ميدو في أول مباراتين معانا بالنسبة للتغييرات ابتسامة في اللقاء وسرعة في الأداء. 2 ظهور طيب لأحمد سمير اللي نزل نشط جبهته وضغط فرقة المقاولين في ملعبها أكتر بس الوقت ما ساعدوش. 3 رجوع إيمانويل بناهيني لمستواه. أيوه أنت سمعتني صح. بالرغم من عصبيتنا واحباطنا من المباراه كلها الا اني لما هديت واتفرجت على الماتش تاني لقيت ان ايمانويل بناهيني من ساعه ما نزل لغايه الدقيقه 90 عمل كل اللي مطلوب منه وسط صحراء جرداء لا زرع فيها ولا سرو لوب يجيب منه جول. اما عن السلبيات فكانت كالتالي. متفهم اننا في اول موسم ومتفهم ان احنا لسه بنجرب اللعيبه عشان نعرف مين اللي هيبقى جوكر ومين اللي هيلتزم بمركزه، بس يا كابتن ميدو لما بنلعب قدام المقاولين ب4 لعيبه متوسط ميدان دفاعي، امال قدام الاهلي والزمالك هنعمل ايه؟ طب اسال كده الان شيرر ولا اي حد من اللي بيقعدوا في استوديو بي ان سبورتس كده انا كمشجع اسماعيلاوي كان احساسي ايه في الماتش ده؟ في معوره كده، كان في حد وانا قاعد بيعور فيا. السلبيه الثانيه في ماتش زي ده ممل مقفول وكمان بره ارضك انك تضيع ولو نص فرصه على الجون، حاجه تدخلك النار، تدخلكوا النار يا جدعان. ضغط موجود خطيره جدا. عماد حمدي بيقطع يا ولد يا لعيب، عماد بيسدد يا راجل 3 ضد 2 يا عماد يا حمدي. ويت فور ات يا عماد يا حمدي. اشربها مشبرة.
في ليله للاسف ما كانتش بيضه على استاد الجبل الاخضر، فقد فيها اللعيبه الشعار جوه قلوبهم قبل ما يفقدوه على تيشيرتاتهم. تعادلنا سلبي باداء سلبي. اما عن تقسيمه المباراه فكانت ربع ساعه للمقاولين وتلت ساعه للدراويش، والباقي كان كله تهويش. وطبعا مفيش رجل المباراه، رجل المباراه على الاقل يخسر بس يقدم لنا اداء محترم. بس كان في احسن الوحشين. احسن الوحشين في راينا في المباراه دي كان ايمانويل بناهيني، اللي استحمل يسمع ولو نص كلمه على المباراه دي لغايه دلوقتي وفضل مكمل معانا لغايه اخر الحلقه. احب اسالك سؤال الاسبوع، في رايك مين افضل اقتراح ممكن تقترحه على احمد حسام ميدو علشان ينزل في نص الملعب يبقى صانع لعب ويربط المهاجمين بخط الوسط؟ لحد ما نقابل الداخليه الاسبوع الجاي، حاولوا تنسوا